دلوقتي هنشرح بقى حاجة إن هو مثلا ريكوست، حاجة اسمها كلاينت ريكوست. كلاينت ريكوست ده اللي هو عبارة عن إيه؟ إن الكلاينت من خلال الابليكيشن عايز يغير عنصر أكل معين، شيل لي مثلا البيض اللي محطوط ده، حط لي حاجة تانية. عايز يغير تمرينة معينة، فبيجي عند الحاجة نفسها من خلال الابليكيشن، بيبقى فيه زي علامة تشينج أو زي دايرة سهمين فوق بعض، بيبقى بشكل دايرة بيدوس عليها. فبالتالي لمّا بيدوس عليها بيقول له أنت عايز إيه، اكتب بقى، أنا عايز مثلًا كذا، عايز كذا. فبييجي لي على السيستم بقى عندي أنا كcoach أو كدكتور في الصفحة بتاعة client، عندي هنا حاجة اسمها client app request. تمام؟ فمتقسمة حاجة طبقًا للworkout عايز أغيّرها أو للdiet. فمثلًا لو دخلت على الdiet كمثال، فهييجي لي أي عميل طلب أي request إن هو يتغيّر. يعني كمثال، حد اسمه العميل اسمه أندرو، واخد package اسمها كذا، الميل اللي هي after workout، اللي هي جبنة قريش، أنا عايز أغيّرها بسبب كذا، ده الreason اللي هو كاتبه لي. تمام، أنا عايز أغيّرها كده، أنا مزاجي كده. تمام. ولو أنا باروح أغيّرها بنفسي، خلاص أنا فهمت بقى العميل اللي هو اسمه أندرو، باروح أغيّر له البلان وهكذا. عملتها بادوس mark as read إن أنا خلاص عملتها نفذتها. تمام، حاجة باعلّمها لنفسي. فده بالضبط نفس الكلام في الworkout، إن أنا عايز أغيّر تمرينة معيّنة كمثال. فبالتالي لمّا بادخل على workout بالاقي التمرينة اللي هو عايز يغيّرها والسبب نفس الكلام، بادخل أروح أغيّرها وبعدين أعلّم عليه، فautomatically سواء diet أو workout بتتغيّر عنده في الapplication. فده الجزء الخاص بclient app requests.